السلام عليكم أبطال جريد 4. أخباركم إيه؟ كله تمام يا رب تكونوا بخير. كان في جزئية كنا سيبناها في Unit 1 Concept 2 Lesson 8. الجزئية بتاعت احنا كنا حلينا باستراتيجي وفي استراتيجية تانية سيبناها عشان نعمل لها بارت 2. تعالوا نشوفها مع بعض. عندنا استراتيجي اسمها ايه؟ ميد بوينت استراتيجي. طب تمام، تعالوا نشوفها كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي راوند 2181 to nearest thousand. طبعا فاكرين لما كنا بنعمل nearest thousand كنا بنعمل ايه؟ كنا بنشيل ال 3 digit اللي موجودين قدام النمبرز، وبعدين ايه؟ بنشوف النمبر. اخر نمبر عندي كان هنا مثلا 1، اخر نمبر عندي هنا كان بور ولا ريتش؟ ده نمبر 1. nearest to 5 ولا nearest to 0؟ لا nearest to 0، يبقى ده بور نمبر، يبقى ما يقدرش يدي للايه؟ لل2000 حاجة، فيفضل 2000. طب تمام. طب تعالوا نشوف هنا كده في الميد بوينت استراتيجي دي بعمل ايه. اول حاجة قال لي بجيب ايه؟ بشيل ال3 ديجيت اللي جنب ال2000، لان هو قال لي ايه؟ to nearest 1000. خلاص هشيل ال3 ديجيت دول واخليهم ايه؟ 0، واحط هنا في اول بوينت عندي احط 2000. تمام. طب وتاني بوينت عندي قال لي ال2000 دي لما احط عليها 1000 هتبقى 3000، يعني بزود الديجيت اللي هنا 1 فتبقى 3000. تمام. طب الميد بوينت، الميد بوينت يعني نص ال1000 اللي انا زودته ده هيبقى 2500. ده هيبقى الميد بوينت بتاعي. تمام. واشوف الرقم اصلا اللي هو عطيهولي عشان اعمل له راوند تو ذا ايه؟ تو ذا نيرست 1000. عطيني ايه؟ عطيني 2181. طب 181 ها، 100 دي قريبة من 2000 ولا من 2500؟ لا قريبة من مين؟ موجودة على الايه؟ على اللاين، على النمبر لاين، موجودة قريبة من مين؟ من 2000. تمام. يبقى لما الاقيها ان هي قريبة من مين؟ من البوينت بتاعتي، يعني هي less than الميد بوينت. لو النمبر بتاعي less than الميد بوينت يبقى ايه؟ يبقى هعمل راوند داون. لو النمبر عندي less than الميد بوينت بعمل ايه؟ راوند داون. طب لو لقيته more than الميد بوينت، لو more than الميد بوينت بعمل له راوند اب. طب هنا فين النمبر بتاعي؟ محطوط هنا. ها، ده more than الميد بوينت ولا less than الميد بوينت؟ لا ده less than الميد بوينت، فاعمل له راوند داون فيبقى قريب من مين؟ من 2000. فيبقى ال 2181 approximately equals 2000. تمام. تعالوا نشوف بقى، ناخد ايه example. ها بيقولك use the midpoint strategy to round each of the following. تمام. وعطيني هنا ايه اهو، تعالوا نكتبها هنا في الوصف. عطيني 74,231 وعايزها ايه؟ to nearest 1000. لما كان بيقولي to nearest 1000 كنت بعمل ايه؟ كنت بشيل الايه؟ ال3 digit واحط مكانهم represent to ايه؟ to zeros. تمام. شلت ال2 شلت ال3 digit وحطيت مكانهم ايه؟ 3 zeros وحطيتهم هنا على الايه؟ على النمبر لاين. وبعدين زودت الايه؟ ال1000 اللي عندي هنا خليته ايه؟ 5. تمام.
وحطيته في البوينت التانية دي. طب عايزة اجيب الميد بوينت بتاعتي. ميد بوينت يعني هاف، يعني نص، يعني ازود هنا نص، يعني ازود احط 5، يعني هيبقى ايه؟ هيبقى 70. هيبقى 74,000 and ايه 500. دي كده الميد بوينت بتاعتي. طيب انا كده لسه ما عملتش اي حاجة، انا يا دوبك عملتها هنا وجبت الميد بوينت وجبت ايه النمبر اللي فوق اللي هو ايه المور ذان منه. تمام. طيب انا عايزة represent النمبر ده عن نمبر لاين. النمبر ده هيبقى فين؟ هيبقى يعتبر هنا في البوينت دي. النمبر اللي هو عطوهولي هكتب 74 و 231. دي البوينت بتاعتي. هل البوينت دي more than الميد بوينت ولا less than الميد بوينت؟ لا دي less than الميد بوينت، يعني هعمل راوند داون. هعمل راوند داون يعني هنزلها لتحت تبقى equal ايه الايه البوينت دي. يبقى النمبر ده approximately equal to ايه to 74,000. تمام. شوف اللي بعدها. ها النمبر ده عايز to nearest ايه 100. 100 تعالوا نكتبه الأول هنا 9360. وقال لي to nearest ايه 100. 100 يعني هشيل 2 digit واحط مكانهم zeros واكتبها. ها هتبقى 9300. طب الميد بوينت، الميد بوينت هزود هنا 5 فتبقى ايه 9350. دي الميد بوينت بتاعتي. وهنا الايه النمبر اللي انا زودت هنا ايه 1. تمام. النمبر بتاعي لما اجي اعمل له represent on number line هيبقى هنا، هيبقى تقريبا هنا، هيبقى قريب هيبقى 9360. تمام. لما يجي يقول لي to nearest ايه to the nearest 100 بعمل ايه؟ بشيل ال 2 digit وبحط zeros. تمام. شلت ال 2 digit وحطيت zeros. طب عايزة الميد بوينت بتاعتي. الميد بوينت بتاعتي هعمل ايه؟ هحط 5. هتبقى 1350. تمام. طيب النمبر الاصلاني بتاعي كنت بحطه اعمل له represent on ايه on number line. تمام. هو تقريبا هيكون هنا على ايه فوق الميد بوينت بشوية لانه هو اكبر منه بايه ب10. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اعرف هو least than mid point واعمل له round down ولا great than الميد بوينت واعمل له round up. هاجي اشوف هلاقي ان هو great than الميد بوينت لان الميد بوينت اهي وهو ايه فوقيها على طول. فيبقى approximately equals ايه 9400. تمام. تعالوا نشوف اللي بعدها. جايب لي النمبر ده. تمام. وعايز ايه to the nearest thousands. تمام. عشان اعرف هو to the nearest thousands كنا بنعمل ايه؟ كنا بنشيل 3 digit. هشيل 3 digit واحط مكانهم ايه zeros. هحط 3 zeros. تمام. وبعمل ايه كمان لما بيقول لي more than ايه
لما يقول لي ايه to the nearest 1000 هزود هنا 1. تمام. طب انا عايزة الميد بوينت، الميد بوينت بتاعتي هحطها هنا، فتبقى ايه 7، هتبقى 650. تمام. طب عايزة الميد بوينت بتاعتي هتبقى ايه، هتبقى 6500. تمام. وعايزة اعرف اعمل represent للنمبر ده on ايه on number line. تمام. تعالوا نشوف. ها 700 دي يعني فوق مين، فوق ال 500 يعني هنا، فتبقى ايه 6700. ها more than ولا less than؟ لا ده more than. more than يعني هعمل round up، فتبقى approximately equal 7000. تمام. نشوف اللي بعدها. ها عايز برضو to nearest thousands، هشيل 3 digit واحط مكانهم 3 zeros، واعمل ايه كمان، هجيب الميد بوينت فتبقى 9500. تمام. ها هعمل represent للنمبر ده، النمبر هنا 300 هتبقى هنا، فتبقى 9000 340. تمام. النمبر ده more than الميد بوينت ولا less than الميد بوينت؟ لا ده less than الميد بوينت، يعني هعمل round down فتبقى nearest to ايه to 900 into 9 ايه thousands، يعني approximately equals 9000. اللي بعده. ها نفس الكلام، عايزها برضو to nearest to ايه 1000. تمام. جايب لي النمبر هنا، طالما قال 1000 يعني هشيل ال 3 digit واعمل لهم 3 zeros. شلت ال 3 digit وحطيت 3 zeros وهنا زودت ال 1. تمام. انا عايزه اجيب ايه الميد بوينت، الميد بوينت بتاعتي هزود هنا ايه 500. ها خلاص. تمام. وهعمل ايه، هعمل represent للنمبر ده on ايه on النمبر لاين. ها ال 400 يعني less than ال 500 يعني هنا 401. تمام. more than ولا less than؟ لا ده less than، يعني هعمل round down هتبقى approximately equal 16 ايه thousands. نشوف اللي بعدها. ها هشيل 3 هشيل 3 digit واحط مكانهم zeros، وبعدين هزود 1 هتبقى 20، وبعدين بجيب الميد بوينت فتبقى 950. هتبقى 900 ايه، هتبقى 90,500. تمام. وبعدين بعمل represent للنمبر ده on ايه on number line. ها دي 600 يعني فوق ال 5، بحط ايه احط النمبر بتاعي هنا. تمام. ها هعمل up ولا down؟ لا ده up. ليه؟ لان ده more than الميد بوينت، فتبقى approximately equal 20 ايه 20,000. تمام. اللي بعده. وصلنا للايه، احنا المرة اللي فاتت حلينا جزء من المالتيبل ايه choice، المرة دي هنكمل الباقي. هنبدأ من اول نمبر 5. تمام. بيقولك when approximating the number 3629 to the nearest 100 عايز ايه the result. تمام. هو قال لي to the nearest ايه 100 يعني هشيل 2 digit واشوف last digit. ها ده بور ولا ريتش؟ ال2 لا 2 ده the smallest number يعني weak يعني بور، يعني ما تقدرش تديني number، فهتبقى عادي هتبقى 3600. تمام. أبي have
have ايه contains عندي ايه 100,2635 base. The number of base to the nearest 10,000 يعني هشيل ايه 4 digit. هشيل ال 4 digit واشوف اخر نمبر ده عندي ايه عندي ال 2 دي بور ولا ويك لا دي بور ما تقدرش تديني حاجة فيبقى ايه 100,000. تمام تعالوا نشوف اللي بعدها جايب لي النمبر ده وبيقولي round to the nearest ايه 100,000 round to the nearest 100,000 يعني هشيل 5 numbers. هشيل ال 5 numbers واحط مكانهم zeros. شلت ال 5 numbers وحطيت 5 zeros. تمام وهشوف ايه last one هنا اللي هو ال 1. هل ال 1 ده number weak ولا strong؟ لا ده weak ده number poor ما يقدرش يديني حاجة فيبقى 6 زي ما هي يبقى 600,000. round the number وعطيني النمبر ده بيقولك to the ايه nearest 10,000 هشيل كام digit هشيل 4 digit. هشيل 4 digit 1 2 3 4 شلت ال 4 digit. تمام اخر نمبر عندي ال 4 النمبر ده بور ولا ريتش؟ لا ده بور الفور ما يقدرش يديني حاجة فهتبقى ايه 30,000. اللي بعده rounding the ايه the number وعطيني النمبر ده to the nearest million يعني هشيل 6 digit. هشيل ال 6 digit دول واحط مكانهم zeros بس ببص على اخر digit ما 8 ال 8 دي عندي strong ولا weak بور ولا rich؟ لا دي rich تقدر تديني 1 هتخلي ال 3 دي ايه هتبقى 4 million. تمام which answer represent rounding واعطيني number to nearest million. تمام هشيل برضو 6 digit واحط مكانهم zeros واشوف اخر digit عندي strong ولا weak بور ولا rich؟ لا دي rich. ال5 قلنا ان هو من الارقام من النمبرز الريتش يبقى تقدر تديني واحد تقدر تدي لل2 1 هتخلي ال2 تبقى 3 فتبقى 33 million. جاي يقولي which answer could be rounded to وعطيني النمبر ده when rounded to the nearest 10,000 يعني هو عطيني الراوند هنا وعايز يعرف انهي رقم فيهم هو عمل له round to nearest 10,000 بقى عندي النمبر ده. تمام تعالوا نشوف من النمبرز شال 4 digit وبقى عندي ايه وبقى عندي النمبر ده. طيب تعالوا نشوف هنا انا لو هنا في نمبر ايه لو شلت ال 4 digit وجيت ابص على ال5 دي ايه strong digit يعني تقدر تديني 1 يعني هتخلي ال 125 دي هتخليها ايه بدل ما هتبقى 2 هنا هتبقى 3 فيبقى لا هنا 2 زي ما هي فلا يبقى النمبر ده مش معايا. طب تعالوا نشوف هنا انا لو شلت ال 4 digit هنا نمبر 6 دي هتقدر تدي لل1 1 كمان فتخليه 2 فيبقى هو ده الانسر بتاعي. ده النمبر اللي لو شلت منه ال4 digit وزودت وجيت اشوف الاخر digit عندي هنا strong number يعني rich number تقدر تديني هنا 1 ولا لا فعلا هتديني 1 وهتديني النمبر ده. round وعطيني الرقم ده to the nearest milliard. عايز to the nearest milliard يعني هشيل كام digit هشيل 9 digit. شلت ال9 digit وحطيت مكانهم zeros وجيت اشوف الايه last digit هنا 7 ال7 دي strong number تقدر تديني 1 مع 6 تمام يعني هتخلي ال6 هنا 7 فتبقى 7
مليارد. فتبقى دي الانسر بتاعتي. وكده نكون خلاص خلصنا الليسون بتاعنا، حلينا عليه المالتيبل تشويس، اخدنا بيه كل الاستراتيجيز بتاعته. لو استفدتوا اعملوا شير للسيشن دي، واستناكم في السيشن الجايه، واشوفكم على خير وبالتوفيق للجميع.